السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الممبار، احلى اكله طعمها بيبقى لذيذ جدا جدا، خصوصا لو عاملاها بايديكي في البيت، ضامنه نظافتها وجودتها وطعمها لذيذ. ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نحشيها بطريقه سهله جدا. يلا بينا نشوف ايه مكوناتنا وايه مقاديرنا. معايا عندي كوبايتين من الطماطم المفرومه، حزمتين من الخضره من كل نوع مقطعهم صغير جدا، بصلتين كبار متقطعين صغير، 3 كوبايات من الرز، ونص كيلو من ممبار متنضف كويس. توابلنا ملح وفلفل وكزبره وكمون وبهارات 7 ورشه سكر وكمان رشه قرفه وشطه لو حباها مشطشطه، وعندي كمان قرنين من الفلفل الاخضر فرماهم كويس. دلوقتي هنجيب البوله بتاعتنا وهننزل بالبصل. البصل لو حابه تقطعيه بايديكي قطعيه، حابه تفرميه في الكبه بتاعتك افرميه زي ما تحبي. وهننزل بالتوابل بتاعتنا والخضره بتاعتنا، اهم حاجه تكون متقطعه وشايله الزوايد اللي فيها. والفلفل لو حابه تستغني عن الفلفل ما تحطوش براحتك، بس هو بيديها طعم جميل جدا. وهنزل بالطماطم، انا حطيتها على النار السباكه بدون اي مواد دهنيه، مضفتش لها اي زيوت نهائي علشان نقلل من نسبه السوائل اللي في الممبار بتاعنا، عشان انا قلبه الممبار على الاتجاه اللي فيه الدهون للداخل. دلوقتي انا هستغنى عن المعلقه وهقلب بايديا علشان امزج كل المكونات مع بعضها. والله يا جماعه خلطه طعمها لذيذه جدا جدا، جربوها مش هتندموا. هجيب بقى الرز بتاعنا المغسول ومتنضف كويس جدا ومصفياه كويس جدا جدا، مفهوش اي ميه تماما. وهنزل بالخليط بتاعنا، وبعدين هضيف كمان معلقه من معجون الطماطم او معلقتين، وهقلبهم كويس جدا. ولو حسيتي انك محتاجه معلقه صلصه كمان حطي، لانها حسب الطماطم احيانا بتبقى حمراء واحيانا بتبقى مصفرة. ودلوقتي بعد ما خلصت تقليب هنزل بنص كوب من الزيت واقلبها كويس جدا. نص كوبايه زيت بس، ما نكترش اكتر من نص كوبايه زيت يا جماعه، علشان احنا قلبين الممبار الاتجاه اللي فيه الدهون انا قلباه لجوه، عشان بيبقى طعمها احلى بكتير جدا من لما يكون بره. وبكده خلاص هنبدا ان احنا نحشي مع بعض. زي ما انتم شايفين كده الممبار بتاعي نضيف جدا جدا. انا بمسك بصبعيني كده وامسك بالصبعين دولي زي ما انتم شايفين كده، وابدا ادخلها بسرعه جدا زي ما انتم شايفين كده. بحرك بصبعيني الكبار، ما بتاخدش معايا وقت خالص، وبضبطها كويس، ما بخليهاش مليانه رز علشان ما تنفجرش معايا في الحله. بنمسح الرز من عليها كده زي ما انتم شايفين كده، مش ملياها رز خالص. اخلص الكميه وارجع لكم. وبكده اكون خلصت كل الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين كده، مش ملياها رز خالص. دلوقتي هجيب حله واحطها على النار واسيبها، والحله بتاعتي فيها ميه بتغلي، اهم حاجه الميه تكون بتغلي. هنزل بيها بحبهان وورق غار وكام حبايه كده من الكباب الصيني. ما تنسوش اهم حاجه الميه تكون بتغلي. وهنزل كمان بمعلقه من الفلفل الاسود وكمان معلقتين من الملح الابيض. وهبدا انزل بكل كميه الممبار اللي معايا. هتشوفوا ازاي هنزله، بمسكه من الطرفين كده وابدا انزل بيه واحد واحد، اوعي تنزليه بالطول. والله يا جماعه لسه حطاه وريحته جميله جدا، جربوها ومش هتندموا. هوريكم دلوقتي ازاي اول ما بحطها في الميه بتكمش والاطراف بتاعتها بتضم تماما زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هغطيها وهسيبها وارجع لكم اوريها لكم تاني. وبكده خلاص هي دلوقتي بالظبط بقالها معايا 35 دقيقه او نص ساعه. هي استوت معايا
هوريكم ازاي استوت معايا، لان هي عجالي صغير او بناتي صغير زي ما بتقولوا عليها قولوا، ما بتاخدش سوا تماما، بتتقطع معايا بالشوكه زي ما انتم شايفين كده. وهوريكم كمان الرز مستوي معايا خالص زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي هبدأ اطلع كل الكمية اللي معايا خلاص، وتاخدوا بالكم وانتوا بتطلعوها، لان زي ما انتم شايفين كده عمالة تتزفلط مننا يمين وشمال، ممكن واحد يروح واقع مننا. انا شخصيا بحب اكلها مسلوقة كده، وفي ناس بتحب تاكلها متحمرة، زي ما تحبوا كلوها كلوها اللي انتوا حابينه. مش قادرة اوصف لكم ريحتها جميلة قد ايه. وبكده خلاص زي ما انتم شايفين كده الحله بتاعتي ما فيهاش رز خالص، لان انا مش دكاها رز. وبكده اكون طلعت كل الكميه بتاعتي، وهنبدا دلوقتي ان احنا نحمر فيها. جبت طاسه وحطيتها على النار وسبت الزيت يسخن، اهم حاجه الزيت يكون ساخن، وهبدا انزل بيها. مجرد ان احنا نخلص تنزيل في الممبار بتاعنا هنبدا نقلبه على طول عشان ما يتحرقش مننا، مجرد ان هو يوصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه معايا ده. وبس كده، هي بتاخدش وقت معانا خالص. هنبدأ نطلعها على طبق ونكون حاطين على فيه منديل علشان يمتص اي زيوت موجودة في الممبار بتاعنا، وناخد بالنا واحنا بنتعامل مع الزيت عشان اللسعة منه بموتة يا جماعة. وبكده خلاص انا كنت قدمته في الطبق بتاعي وحطيت عليه شوية خضرة كانوا فاضلين معايا من الحشوة، وبألف هنا وصحة على قلبكم. شايفين يا جماعة شكله حلو ازاي؟ انا بحب اكله مع الطحينة وهو متحمر، بجد مع الطحينة بيبقى طعمه حلو قوي. ممكن تاكليه مع الكاتشب، مع المايونيز، مع المتوفر عندك في البيت. ممكن تاكليه كده من غير اي حاجة خالص بدون اي اضافات، بيبقى طعمه حلو قوي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب، اهم حاجة تفعلوا الجرس اللي تحت ده عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي، ووصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من المشاهدات، وشاركوه في كل المواقع بتاعتكم. اشوفكم على خير.